يا رب بس ما كنتش شايفني ويزعل مني دلوقتي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم اسلام. عايز تليفون جيمنج وكمان اداء عالي شوية هيقعد معاك وفي الفئة المتوسطة وبدون تضحيات كتيرة؟ تعالى انا هقول لك النهاردة عن وحشين في الفئة المتوسطة من اعلى الوحوش في الجيمنج. ده لو مش هم اصلا المسيطرين في الفئة المتوسطة في الجيمنج بالذات. F5 6S Pro. وانا هنقول لك تجربه عن ناس استعملت التليفونات ديت وادعي لي كده ان انا اكون من ضمن الناس اللي بتعمل تجارب وانزل لك في القناه. صح، ما تنسوش تدعوا لاخواتنا وتصلوا على النبي وتشتركوا في القناه، وشكرا للناس اللي بتعمل لي تعليقات ايجابيه او سلبيه، وشكرا اصلا للي بيتفرج على الفيديو. والفيديو ده انا تعبت فيه جدا، صورته وطلع فيه مشكلة في الصوت وبعيده تاني اهو دي، بس يا ريت يعجبكم في الاخر. واللي شايف اي ملحوظة عندي في الفيديو او اي تعديل يقول لي. اول حاجة بقى كده هنتكلم فيها هي التصميم. انا اختصارا في الفيديو هقول ال6 وال5 عشان ما اقولش الاسم كله. بالنسبة بقى لل5، التصميم بتاعه ظهر من بلاستيك وفريم من البلاستيك، ومش بيبصم الا حاجات بسيطة جدا يكاد لا تلاحظ. بالنسبه بقى للسكس، التليفون برضو ظهر من البلاستيك وفريم من البلاستيك، بس بيبصم اكتر من اخوه. وبالنسبه للون الاصفر هو احسنهم في التبصيم عشان هو من الجلد، ومش الافضل في الفئه ديت عشان مفيش ظهر من الازاز، وده طبعا طبيعي عشان هو التليفون ده موجه للناس الجيمنج والاداء العالي. وفي الاغلب اصلا هو في الفئه المتوسطه اصلا قليل ان هو بينزل فيه الظهر من الازاز. لو انت عايز بقى مش اهم حاجه عندك الاداء والجيمنج، ممكن تدخل على الايه 55 ظهر من الازاز وفريم من المعدن. ندخل بقى في الشاشه. الشاشه هتكون في 6 اموليد، المقاس بتاعها 6.67، وبالنسبه للتردد 120 هرتز، والسطوع بتاعها هيكون 1800 تلقائي. لو طلعت في الشمس هتجيب ال 1800، بس انت مانوال مش هتجيبها. وعليها طبقه حمايه كورنينج جوريلا جلاس 5. الحمايه ديت مش افضل حاجه، بس كويس اصلا ان هم عاملين عليها طبقه حمايه. وطبعا مميزات الشاشه ديت ما عليهاش اي تعليق يعني اقول لك عليه سلبي، الا ان هي كمان الحواف بتاعتها من ارفع الحواف في الفئه ديت اصلا، ارفع من الاف 5، مع ان الاف 5 اصلا رفيع. وانا هنيجي ننتقل بقى للاف 5 برضو اموليد و667 مقاس الشاشه، والتردد 120 هرتز، والسطوع هيكون 1100، وبرضو هيكون عليه نفس طبقه الحمايه. والتليفونات ديت في الشاشات يعتبر ما فيهاش اي تضحيات. ندخل بقى لاهم حاجه هي الاداء والمعالج. انا عايزك بقى تقوم تعمل كوبايه شاي عشان فعلا التركيز بتاعي كله هيكون في الاداء بتاع التليفون. بالنسبه بقى للمعالج في 6 هيكون دايمنستي 830 الترا، وبالنسبه بقى لل5 هيكون سناب دراجون 7 بلس جين 2. والمعالج برضو ده كويس جدا. المعالجات ديت قوية جدا جدا في الأداء، وبالأخص طبعا في الألعاب. ومع إن في شوية في الجرافيك أعلى في السكس، وهقول لك دلوقتي المنصة بتاع الأنتوتو جابت إيه. بالنسبة بقى للسكس جاب 1,321,527. بالنسبة بقى للفايف جاب 1,132,985. الفرق مش كبير، بس في الالعاب الاتنين وحوش. هجيب لك دلوقتي تجربه للناس استعملت التليفونات. هقول لك دلوقتي اول تجربه بالنسبه للسكس. شغل الموبايل على اعلى اعدادات، شغل تصوير الشاشه، وشغل لعبه بابجي وشغلها على 90 فريم، وقعد ساعه و16 دقيقه. التليفون سخن منه وجاب 43 درجة الحرارة. بس الغريبة بقى ان هو بيقول ان الاداء استقر معاه، يعني مع ان المفروض ان لما اي موبايل بيسخن بيقوم الاداء ينزل شوية، بس الاداء استقر. راح منزله على 60 فريم، قام الجهاز اشتغل طبعا طبيعي كويس معاه، بس السخونة بتروح وتيجي. بالنسبة بقى للبطارية قال ان هي بتنزل شوية، وراح مشغل وضع توفير الطاقة والجهاز فعلا اشتغل احسن. قال بقى بالنسبة للأداء لما شغل على ال 60 فريم،
قال البطارية قعدت من 4 ل 6 ساعات معاه. وبالنسبة لما شغل على ال 90 فريم قعدت ساعتين ونص ل3 ساعات ونص، وده طبيعي عشان 90 فريم عالي جدا. بالنسبة للفايف برضه نقول لك تجربة الواحد برضه، بس دوت كان مشغل التكييف. شغل لعبة بابجي على 90 فريم، وبعد كده نزله على ال 60 فريم، وبعد 27 دقيقة التليفون جاب 33 درجة الحرارة، والتليفون نزل 4%. وبعد كده برضو شغل لعبة تانية وشغلها على 60 فريم، وبرضو قعد حوالي نص ساعة. الجهاز برضو كان درجة الحرارة بتاعته كانت 33 ونزل حوالي 8%. وبعد كده راح منزل أعلى لعبة على الاب ستور، واللعبة ديت شغالة على 60 فريم. اللعبة قال ان هي بتقطع حاجات بسيطة، بس مش ما يمنعش ان انت كانت شغالة معاه ان هو ما اثرتش على الاداء. بس انا بقول ان الجهاز فئة متوسطة، ده كويس اصلا ان هي شغالها، يعني ده حاجة كويسة جدا. وبعد نص ساعة الجهاز بقى 35، رفع شوية درجة الحرارة بتاعته ونزل حوالي 8%. وبعد كده شغل كول اوف ديوتي وعلى 60 فريم برضو اعلى اعدادات. بعد حوالي 34 دقيقة بالظبط الجهاز نزل 7%، ودرجة الحرارة كانت 30. وبعد كده اخر حاجة شغل لعبة كاركس 3، لعبة برضو قوية وشغالة على 60 فريم. وبعد نص ساعة التليفون درجة الحرارة بتاعته 35 ونزل حوالي 9%. بعد كل ده التليفون كان 64% تقريبا. فانا بقول لك ان الاجهزة ديت انت فعلا حابب الاداء وتلعب العاب وعايز توفر فلوس، فعلا التليفونات ديت في الالعاب حاجه رهيبه. ولو انت معاك اف 5 ما تنقلش على الاكس 6 عشان الفرق مش الواو. بس لو انت هتشتري، لو انت شايف ان الفرق الفلوس يستاهل، لا اشتري الفايف. لو انت بقى شايف فرق الفلوس مش كتير، لا اشتري السكس طبعا. ندخل بقى على الكاميرات على الرغم من ان هو الاجهزه موجهه للجيمنج، برضو ما اثروش في الكاميرات. نفس سيت اب الكاميرات في الاثنين. بالنسبه للارقام هيكون او الكاميرا الرئيسيه في الفايف هتكون 64 ميجا، وهتكون مع مثبت او اي اس. وهتكون الكاميرا الثانيه هتكون 8 ميجا اللي هي الالترا وايد، واخر كاميرا اللي هي المايكرو 2 ميجا. الكاميرا الاماميه هتكون 16 ميجا. بالنسبه بقى لمجمل الكاميرات هتكون جميله جدا وكويسه جدا، والمعالجه هتكون كويسه. بس في البورتري هيكون فائع كده الاتش دي ار مش متظبط بالنسبه للمعالجه بتاعت الفايف. وفي واحد نصح نصيحه ان هو انت بتصور بالفايف ما تشيلش ايدك اول ما تصور، تستنى ثانيه كده لما الصوره تتسيف، يعني ما تهزش ايدك كده وهتاخد اعلى اداء. بالنسبه بقى لل6 برضو نفس الكلام، 64 مثبت او اي اس، و8 ميجا للعدسه الواسعه، وهتكون 2 ميجا للمايكرو، و16 ميجا للكاميرا الاماميه. وبالنسبه لهنا بقى البورتري هيكون الاتش دي ار فيه احسن، والسما هتكون احسن. في يعني لو صورت تليفونات الاثنين السما هتكون احسن لانها ازرق شويه. المعالجه بتاع الالوان هترجع للمعالج نفسه، هو اللي بيدي المعالجه المختلفه دي، مع ان السيت اب الكاميرات نفسه هو. بس مش افضل حاجه في الفئه المتوسطه الكاميرات ديت. انت لو عايز اعلى هتروح مثلا A55 من سامسونج. الكاميرات هناك احسن شويه، بس مش معنى كده ان انا بقول لك الكاميرات ديت وحشه، لا طبعا. بس انا قصدي لو انت عايز كاميرات بس هناك هتبقى الاداء برضو جميل، بس مش هيبقى زي هنا. ندخل بقى للرامات. الرامات هتكون في الفايف رامات 12 256، هتكون من نوع LPDDR5X، وهيكون UFC 3.1. سرعة فعلا كويسة بالنسبة للرامات، اصدار كويس. نخش بقى لل6، هيكون برضو اعلى شوية في مساحة التخزين، هتكون 12 512، وهتكون الرامات LPDDR5X و UFC 4 اعلى شوية هنا. بالنسبة بقى للبصمة، البصمة في الفايف هتكون من على الجنب، ودي برضو سريعة، وشاومي مشهورة بالبصمة السريعة بتاعتها. وبالنسبة لل6 البصمة تحت الشاشة وبرضو سريعة جدا.
وطبعا شوف بقى انت تفضيلاتك، بتحب هنا ولا هنا. بالنسبه بقى للسماعات، الاتنين سماعات ستيريو. وبالنسبه للفايف، سمعت شكوى بتقول ان السماعه من فوق اوطى شويه من السماعه اللي تحت، بس برضه ستيريو وجميله، بس برضه مش بتبقى اعلى حاجه في الفئه ديت. الاتنين صوتهم واحد. نيجي بقى لمقاومه الميه والغبار، هتكون في الفايف اي بي 53، وبالنسبه للسكس اي بي 54. المقاومه دي مش الافضل في الفئه ديت، ومش الافضل يعني، المقاومه ضعيفه شويه، يا دوبك لرشات اللي هي رذاذ الماء، اللي هي يعتبر عاديه اصلا. ممكن التليفون العادي ممكن يستحملها، انت كده كده لو جت على رذاذ انت بتمسح اي تليفون. بس دي واخده شهاده. في تليفونات طبعا واخده اللي هو الاي بي 68 في الفئه ديت، ودي بتكون احسن، بتنزل عمق اكبر وبتستعملها تحت الميه عادي. بس برضو انا ما بنصحش ان انت حتى لو واخد شهاده تنزل بيه، عشان انا شفته قدام عينيا تليفون كان واخد برضه شهاده بدون ذكر بقى الشركه فين، وبوظ اول ما نزل تحت الميه بشويه كده، طلع يعتبر شبه جاب شاشه اصلا. كنا في حمام سباحه والله، وده الشخص ده قريبي، يا رب بس ما كنتش شايفني ويزعل مني دلوقتي. بالنسبه بقى لمدخل السماعه، يعتبر ان الواحد مش بيتكلم فيها كتير او مش بتتذكر، بس انا هذكرها هنا عشان موجوده في الفايف ومش موجوده في السكس. هي موجوده في الفايف، بس هي ميزه في الفئه ديت عشان الفئه ديت مش معاها ان هي بادجت تجيب سماعات بلوتوث. والسماعات ديت السلك بتبقى حتى احسن في الجيم، يعني ممكن تجيب ادابتور يغير لك ان انت تشتغل بالسلك، بس السلك فعلا في الجيمنج بيكون احسن، مفيش تقطيع او مفيش ان هو يعني تضرب هنا ويجي في السماعه يعوق عقبال ما يضرب. بالنسبه بقى للمكالمات، في سنسور في المكالمات بتاع الفايف، وده ميزه كويسه جدا عشان ما تعلقش معاك في المكالمات. بالنسبه للسكس مش موجود، وهيبقى يشتغل بالسوفت وير، ممكن يعلق طبعا. بالنسبه بقى للريموت الاي ار بلاستر، الاثنين هيكون موجود فيها. بطاريه هتكون 5000 في الاثنين، ودي حاجه كويسه وتعودنا عليها في الفئه ديت. بالنسبه بقى للشاحن، الاثنين هيجوا مع العلبه ب 67 واط، ودي حاجه كويسه عشان في شركات في الفئه ديت مش بتنزل بشواحن اساسا، واخرهم 25 واط، وانتوا اكيد عارفين انا اقصد ايه. هي مش اعلى حاجه في الفئه ديت بس كويس جدا. بالنسبه بقى لكارت الميموري، التليفونين ما بيدعموش ان هما مدخل الكارت الميموري، وانت ده ينبهك ان انت تختار المساحه التخزين من البدايه. انا بقى كده خلصت الفيديو، ويا رب الفيديو بعد ما انا تعبت فيه يكون عجبك. انا عارف ان انت اصلا كويس انت استحملتني لحد دلوقتي، وشكرا. وما تنساش برضو تصلي على النبي. سلام.